فاكر أول عيد أضحى فرحت بيه؟ فاكر ريحة اللحمة، صوت التكبيرات، لمة العيلة؟ في حاجات كده في العيد بتلمس القلب، مش بس علشان اللحمة أو اللبس الجديد، لا علشان في روح، علشان في قصة عظيمة وورث عايش جوانا من أيام سيدنا إبراهيم لحد دلوقتي. في الفيديو ده هنتكلم عن عيد الأضحى من زمان لحد النهاردة، وليه بنسميه كده، وإيه أجمل طقوسه، وحكايات من الزمن الجميل. يلا بينا نبدأ مع بعض الرحلة. فرحة العيد ليه مختلفة؟ عيد الأضحى يوم مش عادي، أول ما نسمع العيد قرب كأن في طاقة فرح بتنور في القلب. بنستناه من السنة للسنة، مش بس علشان اللحمة والعيدية، لكن علشان الإحساس الجماعي بالفرحة، التكبيرات، صلاة العيد، صوت الناس في الشوارع، الولاد بالجلاليب الجديدة، البنات بالفساتين. ده يوم بيحسسك إن الدنيا لسه بخير. العيد مش لحمة وبس. في ناس كتير بتختصر العيد في الفتة والكوارع، لكن الحقيقة العيد ليه قيمة كبيرة جدا، ومنها إنك تفتكر الفقير وتزور قرايبك وتتقرب لربنا بطاعة وأضحية. العيد هو مناسبة دينية بس كمان اجتماعية وإنسانية بتقربنا من بعض. الفرق بين العيدين مش مجرد اسم. كتير مننا ممكن يتلخبط بين عيد الفطر وعيد الأضحى، أو يعتبرهم مجرد مناسبتين للفرحة واللمة، لكن الحقيقة إن لكل عيد حكايته وروعته الخاصة. لو عيد الفطر هو عيد الفطرة بعد صيام شهر كريم، فعيد الأضحى هو عيد التضحية اللي بيعلمنا معنى الصبر والإيمان والامتثال لأوامر ربنا عز وجل. كل واحد فيهم ليه روح وطقوس بتميزه، وده اللي بيخلي أعيادنا غنية بالمعاني. يا ترى ليه بنسمي عيد الأضحى بالاسم ده؟ الاسم ده وراه واحدة من أعظم القصص في التاريخ، وهي قصة سيدنا إبراهيم لما شاف في المنام إنه بيذبح ابنه إسماعيل. واللي حصل بعد كده هو درس في الطاعة والتضحية، وربنا عز وجل فده بكبش عظيم. القصة دي هي جوهر العيد. كل أضحية بنذبحها دلوقتي هي استحضار للقصة دي. فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض. قبل يوم عرفة وقبل العيد بنعيش في أيام مباركة جدا، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني أي طاعة تعملها في الأيام دي ثوابها مضاعف: صيام، قراءة قرآن، ذكر، صدقة، أو حتى مجرد مساعدة محتاج. كل عمل خير في الأيام دي بيكون ليه وزن كبير عند ربنا، ودي فرصة عظيمة نتقرب بيها لربنا قبل العيد. ومن هنا نروح لوقفة عرفات، يوم الرحمة والدعاء. يوم 9 من ذي الحجة يوم الوقفة. ده يوم عظيم جدا، الناس بتحج وبتقف فيه على جبل عرفات، واحنا هنا في بيوتنا بنصوم وندعي، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صيام يوم عرفة بيكفر سنتين ماضية وآتية. اليوم ده فرصة، واللي بيضيعها بيضيع كنز من إيده. أما بقى في صلاة العيد، وهي لحظة بهجة جماعية. الناس كلها بتخرج من بيوتها بدري، لابسين لبس جديد، وماشيين جنب بعض للمسجد أو الساحة. صوت التكبيرات، الأطفال اللي بيجروا، الجدات اللي بتوزع بلح وعصير. في الحقيقة دي مش مجرد صلاة، ده مهرجان روحي بيبدأ بيه العيد، وبيبقى فيه فرح وبهجة بجد لا توصف. أما بقى عن تكبيرات العيد وصوت العيد اللي ما بيتقطعش، مين فينا ما بيحبش صوت التكبيرات اللي بيملى الجو في أيام العيد؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبيرات دي مش مجرد كلمات بنقولها، دي عبادة بتملأ القلب بهجة، وبتعبر عن تعظيم ربنا وشكرنا ليه على كل نعمه اللي بيديها لنا. هي كده اللي بتدي العيد روحه المميزة، وبتفكرنا بعظمة اليوم ده. بعد صلاة العيد بنروح للأضحية اللي هي سنة وطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحي بكبشين، واحد عنه والتاني عن أمته. ولحد النهاردة احنا بنتبع نفس السنة، وبنقدم أضحية لوجه الله، وبنقسم بقى اللحمة جزء لأهلنا، جزء للفقراء، وجزء لينا. وده بيخلينا نحس بمعنى العطاء والتكافل. أما عن توزيع اللحمة، فدي فرحة بتلف كل شارع. زمان كانت الناس بتوزع اللحمة بنفسها، يد بيد، ومش بس توصيل، ده زيارة ومعايدة وابتسامة. وأوقات اللحمة كمان كانت بتوصل لناس مش متوقعين، فيحسوا كده إن ربنا فاكرهم من خلالنا. بعد ما وصلنا اللحمة بقى، لمة العيد هي الدفى الحقيقي.
العيد في اللمة على السفرة وسط الضحك والمقالب والعيديات. أوقات بنشوف قرايبنا مرة واحدة في السنة، والعيد هو الفرصة دي اللي بتخلينا نشوف بعض. تخيل كده سفرة فيها ممبار وفتة ومحشي ولمة حوالين الصينية، ده اسمه عيد حقيقي يا جماعة. العيدية بقى فرحة ما بتتكررش. فاكر بقى العيدية وهي ورقة متنية في إيد جدك، ولا الفكة اللي بتيجي من خالك وانت مش متوقع؟ في الحقيقة العيدية مش بس فلوس، دي بتبقى رمز للفرحة والحنان واهتمام اللي حوالينا بينا. ولو اتكلمنا عن أكل العيد، فعيد الأضحى غير عيد الفطر. هنا في ريحة الفتة اللي بتتعمل أول يوم، والكوارع اللي بتتسلق من الفجر، والممبار اللي بيغلي في القدرة. كل بيت وليه طقوس، لكن الأكل في العيد الكبير بيجمع الكل. كلنا وشبعنا وملينا بطننا. في العيد بقى لبس جديد وإحساس مختلف. اللبس الجديد في العيد مش مجرد لبس، هو شعور إنك في يوم كبير. حتى الطفل اللي بيلبس تيشيرت جديد بتحس في عينه بلمعة الفرحة. ده كان زمان بيتجهز قبله بأسبوع، وفي ناس كانت تبات ليلتها وهي لابسة اللبس الجديد علشان تصحى بيه وما تضيعش أي وقت حتى في اللبس. أما بقى عن تجهيزات البيت في العيد، فدي فعلا استعدادات تفرح. من قبل العيد ب3 أيام البيت بيتقلب، تنظيف، ترتيبات، سجادة جديدة في الصالة، شوية تحضيرات كده لاستقبال الضيوف اللي ممكن يجوا. حتى ريحة البيت بتتغير، وده بيحسسنا بقيمة الحدث وبإننا داخلين على فرحة منظمة. في العيد لازم نفتح قلوبنا ونتسامح. العيد مش بس للأكل والزيارات، ده فعلا وقت تصفية قلوب. لو مزعل حد كلمه، لو مقاطع حد من قرايبك كلمه. ربنا خلق الأعياد علشان نرجع لبعض قبل ما نرجع لربنا عز وجل. فاكر بقى ذكريات العيد زمان؟ فاكر لما كنا بنركب العجل ونتجمع في الشارع؟ لما نروح نصلي سوا ونرجع نلف على بيوت قرايبنا علشان ناخد العيدية؟ العيد زمان كان أبسط لكنه أصدق، واللي فاكر الفرحة دي يقدر يخلقها من تاني ويعيشها مع ولاده علشان يورثوا روح العيد اللي بنحبها. وبكده نكون عشنا سوا حكاية عيد الأضحى من أيام سيدنا إبراهيم. يا رب دايما فرحتنا بالعيد تفضل عامرة، ونفضل فاكرين المعنى الحقيقي ليه. ما تنسوش تقولولي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتحبوها في عيد الأضحى. كل سنة وانتوا طيبين. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وشيروا الحلقة دي مع اللي بتحبوهم، واستنوني في فيديو جديد من معلومة وحكاية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.